السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة سحرية وسهلة، غادي تخيلكم تخرجوا حلوة بعجينة واحدة فقط وبطرق مختلفة وأشكال متنوعة وزوينة بزاف. تخيلوا معايا عجينة واحدة وغادي تولي عندكم 6 ديال الأشكال إلى 7 ديال الأشكال مختلفة، وكل واحدة أجمل من الأخرى وكلها مقرمشة ولذيذة وغادي تعجب العائلة والأصدقاء. السر هي طريقة التحضير سهلة وبسيطة، حتى المبتدئين يقدروا يديروها، وغادي نوريكم كل خطوة بتفاصيل منذ البداية حتى النهاية باش تقدروا تحققوا هذه النتيجة المدهشة في الدار بلا تعب وبلا تعقيد. قبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا لي على الزر ديال الاعجاب وتشتركوا في القناة باش توصلكم بكل الوصفات السهلة والجديدة، وخليوا لي التعليق في التحت قولوا لي اي شكل عجبكم بزاف وباش نزيدوا افكار اكتر في المرات الجايه. دابا بالنسبه للمقادير عندي هنايا كاس ديال زيت المائده، وعندي 125 غرام ديال الزبده لابريري، وعندي نصف كاس ديال السكر ثقيل، ونصف ديال سنيده، وعندي هنايا ملح، وعندي 2 خمارات حمراء، وعندي هنايا فانيا، وعندي كاس ديال الحليب. الا ما عندكش كاس ديال الحليب تقدري تستعملي دانون مسوس دانونه، وعندي هنايا نصف كاس ديال النشا. الا عندك الفرماج تقدري ديري 3 المعالق كبار ديال الفرماج ديال السطيله ولا 3 الحبات ديال الفرماج. الا ما عندكش بلاش، يعني تقدري تستغني عليه غير الا بغيتي كاضافه. صافي كتخلطي الخليط ديالك حتى كيتجانس بحال هكا، وكتضيفي الدقيق شويه بشويه حتى توصلي حتى يكون عجينه. صافي الدقيق على حسب المقادير اللي درتي وعلى حسب الدقيق. كاين الدقيق اللي كيتشرب والدقيق اللي ما كيتشربش. بالنسبه انايا كلانيه تقريبا 4 الكيسان ونص اللي خدا ليا ديال الدقيق، ولكن الدقيق على كله وعلى حسب. وبالنسبه للحشوه باش عمرت الحشوه او النكهات اللي درت العجينه، درت هنايا عندي الكوك حمرته، وعندي هنايا قشور ديال البرتقال، وعندي هنايا اللوز مطحون، وعندي هنايا نيسكافي والقهوه والكاكاو. خلطت هنايا القهوه والكاكاو ونيسكافي، خلطهم كاملين كيعطيو واحد النكهه زوينه. ايوا صافي خديت كل عجينه درت ليها واحد النكهه ديال البرتقال، وهذه ديال اللوز، وهذه ديال القهوه ونيسكافي والكاكاو، وهذه ديال الكوك. وهنايا شكل الحليوات ديالي كل وحده درت ليها واحد الشكل. هنا كورتهم الاخرين هم الرشمه والاخرين غير كان بحال الهلال. ايوا كيف جاكم حليواتي؟ نتمنى يعجبوكم. ما تنساوش ديروا لي التعاليق وتخليوا لي رايكم في الحلوه ديالي كيف جاتكم. نتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو جديد ان شاء الله.